اتفضل خش. ده الطريق اللي بيمشوك فيه ده ملهوش اخر، ودول ناس ملهمش كلمة ولا ليهم لا عهد ولا وعد. أنا عايز أسألك سؤال. هو أنت بتساعدني ليه؟ يعني بتشتغل معايا ليه؟ مش عشان شوية الفلوس اللي بديهم لك؟ يمكن. يبقى تعمل شغلك وأنت ساكت. اتفضل. رحاب بنت دلال، المطلوب يتنفذ زي ما العهد اللي بينا ما بيقول، المفقود يرجع. داني عنده حق، ورغدة قالت لي انها حكت له اللي بيحصل لها وهو ما صدقهاش وسابها لوحدها وهي خايفه. اختك ما اتخطفتش يا عاصي، اختك تايه في الضلمه ومش عارفه تخرج. يا جماعه ده اخوها، مش معنى انه جه معانا انه مش بيحبها وبيفكر فيها ومش زعلان عليها. ايوه هي قالت لي وانا ما صدقتهاش، بس ده مش معناه اني مش بحبها او اني جاي هنا بمزاجي اختي محدش عارف هي فين. لا انا جاي هنا غصب عني عشان هو مش عايزني معاه ولا عايز يشوفني قدامه اصلا. كل ده ومحدش حاسس بيا ولا عارف اللي جوايا. انا اكتر واحد نفسه يلاقي رغد. لما راحت عرفت قد ايه انا كنت بحبها. هي الوحيده اللي كانت واقفه جنبي لما بابا وماما سابوا بعض. انا اللي كنت المفروض اخد بالي منها. تعالى يا عاصي عايزاك ثانيه. ما تزعلش من داني، هو اكيد مش قصده يعني. عادي مش فارقه. شكرا يا رفايدة. تشكرني على ايه؟ على انك واقفه جنبي يعني وبتدافع عني. شوف يا عاصي، انت غبي، ايوه غبي، ولعبك كمان كله غبي، بس انا عارفه انك من جواك طيب. عمري ما كنت اتخيل ان اقعد معاكي انت وتقولي لي الكلمتين دول. ده انت دايما بتغيظيني وبتعصبيني. بغيظك وبعصبك بس مش بنافقك. كل حد فينا بيغلط واحنا لازم نسامح بعض. رفايدة دايما تقول ان عاصي وقلبه الطيب هما اللي عملوا فيه كده، وانا بصراحة شايفة ان احنا لازم نقف جنبه ونساعده. يا عاصي يا عاصي. عاصي في ايه؟ والله ما كنت عاوز اجي اصلا. انا عايزك في حاجه. قبل ما تقول اي حاجه انا اسف اذا كنت اتريقت عليك قبل كده، واسف ليك انت كمان. عاصي انا حاسس برغد. بعد ما نسمة اختفت كنتش عارف اعمل ايه. كنت عامل زي المجنون لغاية ما ابتديت احس بحاجات غريبة. ابتديت احس زي ما تقولي كده رسايل بتجيلي منها.
ترجع المدرسة تاني. معرفش، يمكن كنت تهيألي حقيقي خيال. ترجع المدرسة تاني. بس حسيت ان دي رسالة منها، وكانت بتجيلي على لسان ناس ميتة ترجع المدرسة أو بتموت أو حالتها ميؤوس منها. كل اللي كنت بسمعه ارجع المدرسة تاني. ارجع المدرسة. ساعتها جريت على البيت وعملت أول جلسة تحضير. كنت عايز أعرف طريقها بأي شكل، عايز أعرف هي فين، جرالها إيه. حتى لو ماتت ولقيت جثتها كنت هدفنها بإيديا وارتاح. بس لما عملت جلسة التحضير دي للأسف فتحت بوابات للضلمة وتواصلت مع كل اللي فيها إلا هي. فقلت دور وراه واعرف اكتر، وفعلا اكتشفت ان في طفل هنا في الكامب اختفى قبل نسمة ب5 سنين. يعني اول ما رحاب اشترت الكامب وقبل ما تشتري المدرسة. عشان كده رحت المدرسة وقدمت فيها عشان اكون دكتور جوه المدرسة، ودفعت فلوس لحد جوه عشان يقبلوني. أخش جوه المدرسة وأقرب منهم أكتر وأعرف بنتي فين. اللي شفناه جوه بيأكد إن اللي حصل لنسمة هو أكيد اللي حصل لرغد. رغد مش هترجع زي ما نسمة ما رجعتش. اللي خطف بنتي خطفها عشان أعمل السحر. هجيبه واقتله. تقتل مين؟ أنت اتجننت، أنت اتجننت. إحنا لوحدنا هنا في الصحراء وهم محدش عارف هو مين معاه، لوحده ولا معاه حد تاني، وإحنا هنعمل إيه لوحدنا وهنتصرف إزاي؟ دي بنتي وأنا لسه سبتها لهم بإيديا. أنت كده بتفكر في نفسك وبس. أيوه لازم آخد حقها وأنتقم لها، لازم أنتقم لها. ايه ده يا دكتور خالد؟ ايه ده يا دكتور خالد؟ مفيش حاجة يا ولاد، ما تخافوش، ما تخافيش، ما تخافوش. يا بيدر، يا اخي كويس انك هنا. انا بدور عليك من امبارح. برافو عليك. الشويتين اللي انت عملتهم دول دخلوا على الناس كلها، ده اللي دخلوا عليا انا كمان. انا صدقت كل حاجه. بس انت قول لي، وانت مخاوي ايه نظامك؟ اشتريتوا البيت ليه؟ وانتوا عارفين اللي فيه. الهانم اشترت البيت ليه؟ وعارفة ان ام الصبيان هنا ساكنة، شافتها وكل حاجة اتغيرت. كل حاجة، المكان والوقت، كل حاجة اتغيرت. وانا قلت معلش اهي ست ونفسها تبقى ام. خلصت
بص يا بيدر، انت مالكش دعوه باللي انا بعمله جوه. ويا ريت يا ريت الهانم ما تعرفش برضه، عشان انت عارف الهانم اعصابها تعبانه وما ينفعش تبقى عارفه باللي بيحصل هنا. اتفقنا؟ خليك في حالك يا بيتر. خليني في حالي، خليني في حالي. كل ده حصل واحنا مش حاسين. احنا ما كناش هنقول، بس لما قعدنا مع بعض وفكرنا قررنا اننا نحكي، لان الخطر ممكن يطول اي حد فينا في اي وقت، مش شرط احنا بس، خصوصا ان محدش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. يعني انتوا عايزين تقولوا ان راغد مخطوفه هنا ومس لارا ودكتور خيري عارفين؟ ايوه، وهم هيجيبوها اكيد، بس مش هيعرفوا لوحدهم. جماعه هم قالوا نصبر، يبقى نصبر. بعدين هم كبار واكيد عارفين اكتر مننا، وان شاء الله هيرجعوها. بصراحه دي قصه غريبه قوي، يعني مثلا ممكن اقراها في كتاب، في قصه اكتبها والفها، لكن انا اتحط فيها، ده موضوع غريب جدا. ايوه هي غريبه، لكن للاسف حقيقيه. المهم دلوقتي يا جماعه احنا لازم نساعد بعض ونفضل مع بعض طول الوقت، محدش يتحرك لوحده ابدا. انا مش عايزك تقلقي، خلاص انا ظبطت كل حاجه. المثلث اتغير فيه واحد، اللي هيفتح البوابة لأم الصبيان ليان فارس عاصي. عاصي؟ ايوه، اشمعنى عاصي؟ عاصي شاب عادي يعني، ما فيهوش اي حاجه. كان مخفي عن عينينا وشفناه خلاص. تمام. ولا ايه يا مس لارا؟ بس محدش يخاف. تعال ولعوا التليفونات، يلا ولعوا نور التليفونات كده. كويس، كويسين؟ فارس تمام. يلا. ايه ده؟ يلا يلا نتحصل في مكان تاني، يلا. بالراحة بالراحة بالراحة. كده 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 بسرعة بسرعة بسرعة. تعالي كده. ايه؟ يلا تعالوا. هنروح فين؟ هنروح فين؟ تعالوا نروح على وقتي. هاتوا دي فين؟ شوفي دماغك، شوفي دماغك. شوفي دماغك. شوفي دماغك. اوعى يا ولاد، اوعى يا ولاد. بس 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 بس. مالكوا قاعدين في الضلمه كده ليه؟ ايه؟ في ايه؟ طلع لكم عفريت ولا ايه؟ ما هو ده اللي حصل. العفاريت حوالينا في كل مكان.
تيتي، انت جيت ازاي؟ مش مهم انا جيت ازاي، المهم انك انت تركز معايا. الخمسة اللي اتجمعوا ما كانش لازم يتجمعوا ولازم يمشوا. رقية الحياة. ما تقلقش، انا هقولها بلسانك، بس افتكر اني ساعدتك وكنت معك. الخمسة اللي اتجمعوا ما كانش لازم يتجمعوا ولازم يمشوا. بس افتكر اني ساعدتك وكنت معك. وايه اللي جاب المراية دي كده قدام السرير؟ تلفزيون.
أكيد أنت سايب حاجة وراك، لازم تكون شفت حاجة، لازم. أكيد أنت سايب حاجة وراك، أكيد أكيد أكيد. ليه لاقي الورقة دي؟ هيفهم كلامي. امشي من المكان ده فورا، خرج الأطفال معاك. ليان 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 ليان، بترديش عليا ليه يا حبيبتي؟ مالك؟ بتعيطي ليه؟ في ايه؟ هو ايه اللي حصل لهم؟ ايه ده يا بيه؟ طلسم طلسم طلسم. وايه اللي يخلي دكتور عاطف يرسم طلسم زي ده وهو خايف ومرعوب، رغم انه راجل عنده علم ومعرفه وانتحر؟ يا ترى ايه اللي كان مخوفه ووصله لدرجه الانتحار دي؟ عاطف كان شخص عادي، بس ما استحملش المكان. المكان ده يا صاحبي ليه أصحابه، شياطين جن اللي انت عايزه، بس هم أصحابه. هو عاطف راح البيت المهجور؟ ما اعرفش يا صاحبي. انا عارف انك بتكرهني، وعارف انك شايف فيها
الشخص السيء، بس في ناس بتبليني في وداني. في ناس بتبليني في وداني، تعبت. انا بس عايزكم تكونوا كويسين. انت عارف يا بيدر انا بفكر في ايه؟ بسأل نفسي دايما ليه بيجيبوا اطفال في مكان زي ده بكل تفاصيله المرعبة؟ انا فكرت ان كل ده طبيعي، والله فكرت ان كل ده طبيعي. يعني انت لو مكان مصر رحاب، ليه تأجر حاجة وانت بتملك حاجة؟ بس اللي مش طبيعي انتوا الخمسة في عندكم طاقة روحانية خلت الشياطين والجن. يعني الصخور اللي احنا لقيناها دي من عالم الجن والشياطين والارواح؟ ابويا كان بيقول لي لما العادي ما يبقاش عادي اقلق. انتوا لازم تمشوا من هنا، انتوا لازم تمشوا من هنا. هو مش عايزينكم متجمعين. تعالي يا مس لارا، تعالي. الله، في ايه؟ مالك؟ عصافرها ماتت. انا عايزه امشي من هنا، عايزه امشي من هنا، عايزه امشي من هنا. مفيش حدا يمشي. العجلة نامت والستبنة اتضربت. مفيش. مين اللي موتهم وليه موتهم وعمل كده ليه؟ انا عايزه امشي من هنا. اهدي اهدي يا مس لارا. ليه عملت كده؟ حتى سلك التليفون قطعته؟ ايوه لازم اقطعه. ما ينفعش نسافر، ما ينفعش نسيب المكان ده. بالعكس، احنا بقى لازم نرجع دلوقتي. انا عايز افهم انت بتقولي ايه. يعني انت عارفه كويس جدا ان ما ينفعش تصدقي الكلام اللي بيتقال ده كلام عبيط. زتونة قالت لي نفس الكلام. زتونة؟ هو ده اللي ناقصنا على فكره، ان نسمع كلام قط. انت عارف مين دول؟ رحاب انا عارف هما مين، وانت عارفه كويس جدا اني انا مش عايز ازعل حد مني. بس خيري ولارا ايه اللي انت عامله لهم الف حساب؟ دول بني ادمين عاديين. دول ممكن يبوظوا اي حاجه احنا مرتبينها. اديكي انت قلتيها، مرتبينها. احنا بقالنا فوق السنه بنرتب للسفريه دي. انت عارفه كويس جدا ان الفرصه دي ما بتجيش غير كل 5 سنين. يعني لو فاتتك الفرصه دي السنه دي هتضطري تستني 5 سنين عشان تقدري تشوفي ولادك. انت عايزه ده؟ انا نفسي البس ولادي مره واحده بس. ولا وعدك انت مش هتلبسيهم بس، انت هتاخديهم في حضنك وترجعي بيهم البيت، وساعتها هنسيب كل حاجه، ننسى كل اللي فات ده ونسافر نشوف نفسنا
توعدني انك هترجعهم لي في حضني تاني. اوعدك اوعدك يا حبيبتي. وانا هعمل اي حاجه انت تطلبها مني. اسمعي الكلام، عشان خاطري اسمعي الكلام. ماشي هسمع الكلام، بس رجعهم لي في حضني. دي مسحت كل الفيديوهات. تيجي نحفل عليه؟ يا عم بقى. ايه انت ايه اللي جابك؟ خلاص الاكل خلص. هو انت محدش قالك تجيب اكل معاك؟ لا ما حدش. اصل احنا هنا اللي بيجوع بنجيب له خروف ني وناكله له. انتوا عملتوا له ايه؟ انا قلت لكم مش هسيبكم لو شفت فيكم حد بيضايقه. ما تهدى يا عم، في ايه؟ ما حدش جه جنبه. وبعدين يا اخي انا مش عارف ايه اللي جابك، اختك طفشانه ولا مخطوفه يا برودك يا اخي. انت ما تجيبش سيره رغده على لسانك. وانت عايز تفهمني يعني ان انت زعلان عليها قوي؟ بس يا داني ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. داني عنده حق، ورغدة قالت لي انها حكت له اللي بيحصل لها وهو ما صدقهاش وسابها لوحدها وهي خايفه. اختك ما اتخطفتش يا عاصي، اختك تايه في الضلمه ومش عارفه تخرج. يا جماعه ده اخوها، مش معنى انه جه معانا انه مش بيحبها وبيفكر فيها ومش زعلان عليها. ايوه هي قالت لي وانا ما صدقتهاش، بس ده مش معناه اني مش بحبها او اني جاي هنا بمزاجي واختي ما حدش عارف هي فين. لا انا جاي هنا غصب عني، عشان هو مش عايزني معاه ولا عايز يشوفني قدامه اصلا. كل ده ومحدش حاسس بيا ولا عارف اللي جوايا. انا اكتر واحد نفسه يلاقي رغد. لما راحت عرفت قد ايه انا كنت بحبها. هي الوحيده اللي كانت واقفه جنبي لما بابا وماما سابوا بعض. انا اللي كنت المفروض اخد بالي منها. تعالى يا عاصي عايزاك ثانيه. ما تزعلش من داني، هو اكيد مش قصده يعني. عادي مش فارقه. شكرا يا رفايدة. تشكرني على ايه؟ على انك واقفه جنبي يعني وبتدافع عني. شوف يا عاصي، انت غبي، ايوه غبي، ولعبك كمان كله غبي، بس انا عارفه انك من جواك طيب. عمري ما كنت اتخيل ان اقعد معاكي انت وتقولي لي الكلمتين دول. ده انت دايما بتغيظيني وبتعصبيني. بغيظك وبعصبك بس مش بنافقك. كل حد فينا بيغلط واحنا لازم نسامح بعض. رفايدة دايما تقول ان عاصي وقلبه الطيب هما اللي عملوا فيه كده، وانا بصراحة شايفة ان احنا لازم نقف جنبه ونساعده. يا عاصي يا عاصي. عاصي في ايه؟ والله ما كنت عاوز اجي اصلا. انا عايزك في حاجه. قبل ما تقول اي حاجه انا اسف اذا كنت اتريقت عليك قبل كده، واسف ليك انت كمان. عاصي انا حاسس برغد.